اليوم حريق في سوق منصف بي في العاصمة التونسية، وخلال تغطيته للحادث تعرض فريق من قناة الحوار التونسي لاعتداء. فريق كانت برفقته زميلتنا في قناة فرانس 24 تاتيانا مسعد. من العاصمة التونسية الزميلة تاتيانا مسعد تروي لنا ما جرى بالضبط. نعم، مساء الخير. كنت أرافق إذا كما قلت فريق من الحوار التونسي، مصور وصحفي، وكنا نصور في السوق ونقابل التجار الذين احترقت متاجرهم، وإذ نفاجأ بمجموعة من الملتحين أو السلفيين في تونس، معروفين يعني بالسلفيين في تونس، يشتموننا بداية، يشتمون قناة الحوار التونسي، ينعتون الصحفي والمصور بالكلاب وما إلى ذلك، ويطردوننا من السوق ويهددوننا بالقتل. فخرجنا وذهبنا إلى الشرطة التي كانت بالقرب على مقربة من المكان، وأخبرناهم ما جرى. قالوا لنا بأن يعني نتقدم بالشكوى. طلبنا منهم أن يعودوا معنا إلى السوق كي نكمل عملنا. قالوا بأن الوضع متأزم وهذا غير ممكن، يعني ببساطة لا يريدون أن يواجهوا السلفيين. عدنا إلى السوق بمساعدة بعض المواطنين، ومجددا السلفيون يهاجموننا، يشتموننا ويحاولون أخذ الكاميرا منا. فخرجنا مجددا، وفي مرة ثالثة وأخيرة اعتدوا علينا في محاولة لأخذ الكاميرا أو لانتزاع الكاميرا. كذلك أكيد سبونا وطردونا من السوق. يعني لم يضربوننا مباشرة ولكن عنفونا. فبالتالي تقدمنا بشكوى. والملفت هو أنه في السوق لم يساعدنا أحد إلا المرأة الوحيدة التي كانت موجودة. الجميع كان يخاف من السلفيين والشرطة كذلك.